فوائد الحبة السوداء لطيور الحمام، أو كما تعرف بحبة البركة. تحتوي بذور الحبة السوداء على العديد من الخصائص التي تجعلها حليفاً قوياً لحمام الزينة والزاجل. ما هي فوائد الحبة السوداء للحمام؟ أظهرت الدراسات العلمية قدرة هذه البذور على تقوية جهاز المناعة لدى الحمام بشكل كبير، وفعاليتها كمضاد للديدان المعوية، ومضاد لبعض الفطريات، ومضاد للبكتيريا، وتعمل على زيادة البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وتساعد على تنشيط الجهاز المناعي، وهي مفيدة جدا خلال تغيير الفصول وفترة طرح الريش، وتساعد على تحفيز هرمونات الحمام مما يزيد من خصوبة الحمام، وتساعد في زيادة معدل الهضم، وتعمل على تخفيف التهاب الكبد، وتستخدم لعلاج نزلات البرد. ما يميز الحبة السوداء هو غناها بالمركبات النشطة مثل الزيوت الطيارة والإحماض الأمينية والمعادن الأساسية كالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. طريقة استخدام الحبة السوداء للحمام: الطريقة الأولى مزجها مع الطعام. أضف ملعقتين صغيرتين من بذور الحبة السوداء لكل كيلوغرام من البذور مرة إلى مرتين في الأسبوع. الطريقة الثانية: اغلي لتر من الماء وأضف ملعقتين صغيرتين من البذور. اتركه لينقع حتى يبرد الماء، واحرص على تغطيته للحفاظ على الزيوت الطيارة، ثم قم بتصفيته. وقدم هذا المنقوع في المشارب لجميع الحمام مرة أو مرتين في الأسبوع لتحسين صحة الحمام العامة. إلى لقاء آخر ومعلومة جديدة.